بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. مباراة النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري انتهت بفوز الأهلي 4-1. قبل ما نبدأ بتحليل مباراة الأهلي النهاردة اكتبوا لي في الكومنتات إيه رأيكم في أداء النادي الأهلي وكمان أداء يسترب مدرب النادي الأهلي. الأهلي دخل أول مباراة في المجموعات وهو ماهوش تحت الضغط، وهو متحرر من كل الضغط والقيود اللي عليه. الاهلي في الشوط الاول برشلونة، ريال مدريد، اي فرقة عالمية زي ما انت عاوز قول. الاهلي متعنا طوال 45 دقيقة من الشوط الاول. لو انا جيت عملت عنوان للشوط الاول هنقول الاهلي السرعة والجودة والاتقان. مفيش لعيب من لعيبه النادي الاهلي مشى بالكوره ولا مرقص بالكوره ولا الكوره استمرت في رجله اكتر من 3 4 ثواني. استلام وباص استلام وباص تيكي تاكا زي ما بنقوله. الحظ كان مع نادي النادي الاهلي لغايه الدقيقه 35. ضيع تريزيجيه كورتين ومحمد شريف كوره لغايه ما جت ضربه ركنيه في الدقيقه 35. زيزو وش السعد على النادي الاهلي بعرضياته، تريزيجيه بدماغه على يمين الجول. في الدقيقه 38 بن شرقي، ايه الجمال والحلاوه لبن شرقي ده، عرضيه لمحمد شريف في الدقيقه 38 جول. وده كان تقريبا ملخص الشوط الاول، استحواذ كامل من الاهلي طوال الملعب، وكان كل ما بيفقد الكرة بيستردها بسرعة جدا. تركيز عالي طوال ال 45 دقيقة من لعيبة النادي الأهلي، ودوافع واستبسال ورجولة من كل لعيبة النادي الأهلي. الشوط الثاني بدأ النادي الأهلي الشوط الثاني، ولكن كان مجهوده أقل من الشوط الأول. الاهلي برضه في الشوط الثاني كان مستحوذ في اول ربع ساعه من المباراه لغايه ما جاء جون بالنيران الصديقه زي ما بيقولوا من ياسر ابراهيم في محمد الشناوي. بعد كده اللي انا حسيته اللي لعيبه النادي الاهلي بعد الجون ما جه فيها، اللي هي حست بالقلق والخوف شويه. لدرجه اللي في كورتين في ال 18 بتاع الاهلي كانوا صعبين جدا لولا براعة مصطفى شوبير. الأهلي كان مهزوز بعد الجون وكان قلقان، وما كانش هو الأهلي بتاع الشوط الأول، لدرجة اللي كلنا تخيلنا إن الحظ هيعاكس النادي الأهلي والأهلي هيستقبل هدف تاني في الشوط الثاني. ولكن تريزيجيه وش السعد في الدقيقة 84 من كورة ببطن رجله جنب القائم الشمال لحارس المرمى. وكده النتيجة بقت 3-1. وفي الدقيقة 92 إمام عاشور، والله بعودة يا إمام وعود أحمد لإمام عاشور في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة 4-1 للنادي الأهلي. الشوط الثاني الأهلي وخط دفاع الاهلي خصوصا ما كانش مركز زي الشوط الاول، ما كانش مركز، وده بصراحه غصب عنه لان الهدف اللي جه فيه عن طريق ياسر ابراهيم بالخطا خوف الاهلي وقلقه وخوف جمهوره. ولكن جون تريزيجيه اعاد تاني الثقه للاعيبه النادي الاهلي، والتغييرات اللي يسترب عملها جددت لياقه النادي الاهلي وجددت ثقته بنفسه. فكانت النتيجه اللي الشوط الثاني انتهى 4-1، وانتهت المباراه ككل 4-1. بصراحه يسترب ادار مباراه الاهلي باقتدار. الراجل استحوذ، خلى فريقه تستحوذ على الكوره من اول دقيقه لاخر دقيقه. لعيبه النادي الاهلي كانت حافظه ادوارها كويس جدا، كانت مركزه، كانت عندها دوافع.
دافع الفوز عندها كان قوي جدا، كانت محضرة للمباراة، كان محضر لعيبته تحضير نفسي على أعلى مستوى، وده بان نتيجته طوال الشوطين. اللهم إني بس ال10 دقايق اللي الأهلي جه في جون بالخطأ، ولكن سرعان ما استرد لعيبة الأهلي ثقتهم بنفسهم تاني. وطبعا كون اللي لعيبة الأهلي تسترد ثقتها تاني بنفسها بسرعة، ده دليل على الإعداد النفسي الجيد سواء من المعد النفسي أو من المدرب والجهاز الفني. ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بأول مباراة في دوري المجموعات 4-1، وحصوله على 3 بونت في أول مشواره الإفريقي. زي ما عودناكم في آخر كل مباراة اللي احنا بنقيم لعيبة النادي الأهلي. محمد الشناوي 6، كوكا 5، محمد هاني 7، ياسر إبراهيم 5، ياسين مرعي 6، مروان عطية 7، اليو ديانج 8، زيزو 7، بن شرقي 8، تريزيجيه 9 مان اوف ذا ماتش، محمد شريف 7، طاهر محمد طاهر 6، شوبير 9، امام عاشور 8، يسترب مدرب الاهلي 10 من 10. في النهايه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.